صدمه ولسبب غير معلوم الاهلي بيقرر الاطاحه بالكابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكوره. عايز تعرف التفاصيل وعايز تعرف الحقيقه هقول لك، بس كمل معايا الحلقه للنهايه. بس قبل ما ابدا وزي ما عودتك انزل يا ابني بالانترو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا بينا نبدا حلقه جديده من برنامج قهوه الزملكاويه. بص يا سيدي، قررنا تغيير اسم البرنامج لقهوه الزملكاويه عشان ده برنامج زملكاوي 101%. اي حد اهلاوي عايز يقول رايه في الكومنتات هطلع رايه واتكلم معاه بكل حياديه وكل امانه. النهارده اركن بقى ده على جنب وتعال نخش في حلقتنا النهارده. الاهلي والاهلاويه العصر صحوا على قرار وبيان من النادي الاهلي بيقرر فيه اقاله الكابتن او توجيه الشكر للكابتن سيد حفيظ من منصب مدير الكوره. بص يا سيدي، ممكن يجي في دماغك اسباب كتير، لكن السببين او الاخبار اللي موجوده اللي بتقول لك لتهدئه ده اول سبب الوضع بين جمهورين، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، خاصه بحط تحتها مليون خط، خاصة بعد رحيل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك. بس الخبر ده ممكن يكون صح وممكن يكون غلط، لكن الخبر اللي انا اعتقد ان هو صح بنسبة مليون في المية ان بعض اللعيبة ودي الاخبار المنتشرة مش عاجبها تعامل الكابتن سيد عبد الحفيظ. لو بصيت حتى ما الاهلي يبقى كسبان تلاقي الكابتن سيد عبد الحفيظ طالع بيقول لك ايه، هسيب لك لاعبين تعمل معاهم لقاءات صحفيه. ممكن ده يكون سبب كبير من اسباب ان اللعيبه مش عاجبهم كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، لكن مع اني ما بحبوش مش هكون صحيح معاك في الحتات، لكن هو بيقدر يتعامل كويس مع اللاعب. خساره كبيره للاهلي مع اني زملكاوي، والله العظيم زملكاوي وما بحبوش اداريا. الراجل ده هيبقى ضربه كبيره وخساره للاهلي، لان الكابتن البديل بتاعه كابتن خالد بيبو اداريا لسه مش قد كده، وراجل ما هو شخصيه قويه ولا شخصيه عصبيه يقدر يسيطر على اللعيبه واوضه اللبس. وكان عندك وائل جمعه خير مثال، افتكر وبص تمام. يعني بكل امانه الاهلي هيبقى عنده صغه شويه في حته انه يقدر يسيطر على اللعيبه. ده كان اول خبر معايا. الخبر التاني بقى وذكرا للكلام اللي كنت بقوله في الخبر الاولاني ان انا قلت لك بسبب ان رحيل المستشار مرتضى منصور من رئيس نادي الزمالك، النهارده وحاليا وقت نزول الحلقه جايب لك خبر مش ممكن تسمعه. عندك دلوقتي الناس بتقول ايه، المجلس هيستقيل ولا مش هيستقيل؟ حاليا في وقت نزول الحلقه ديت مجلس اداره نادي الزمالك مجتمع عشان يصدروا قرار وبيان رسمي ان هم هيكملوا في رئاسه نادي الزمالك او يكملوا لحد ما يجي عندهم رئيس جديد، ولا هيستقيلوا ويقدموا في انتخابات جديده. لحد اللحظه دي ما حصلش قرار رسمي، لكن خلال النهارده او بكره بالكتير هيطلع قرار سواء بالاستمرار او بالرحيل. النهارده وخبر بايت شويه تمام. هتقول لي بايت يعني ايه؟ هقول لك يا سيدي، كلنا عارفين ان سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه خلاص في بيراميدز. النهارده نادي بيراميدز بيقرر انه يطلع الصفقه للنور ويقدم لاعبه الجديد يوسف اسامه نبيه رسميا في نادي بيراميدز. بيراميدز اعلن النهارده على الصفقه، ومبروك بصراحه البيراميدز لانه عمال يجيب صفقات عشان ينافس فيها في دوري ابطال افريقيا. هتقول لي انت زملكاوي فرحان؟ مش فرحان. انت عندك لعيبه سابت ناديك في الف سلامه، مع السلامه يابا، والقلب داعي لك، فاهمني؟ لكن بيراميدز بيقدم شغل عليه في الصفقات، بيقدم هينافس الموسم الجديد، هينافس تمام، عكس نادي الزمالك اللي مش عارف يجيب صفقات. ودي حاجه تشل البني ادمين ان احنا ما عندناش رئيس ولا مجلس اداره ولا صفقات. يعني بسم الله ما شاء الله موسم جديد ما تاخدش منه اي رجعه. وذكرا وده الخبر الرابع معايا لصفقات نادي بيراميدز، والله انا لساني ما قادر ان انا اقول لك الخبر ده، مش هتسمعه من ناس كتير. بيراميدز بيضع اللمسات النهائيه للتعاقد، وركز واسمع معايا كده، مع اشرف بن شرقي. بيراميدز بيكثف المفاوضات مع اشرف بن شرقي وهيديله 2 مليون دولار في الموسم. ده رقم صعب على الانديه المصريه زي الاهلي والزمالك والاسماعيلي والفرق دي كلها. بيراميدز لو قرر وفعلا قدر يتعاقد مع اشرف بن شرقي، بيراميدز هيعمل حاجه السنه الجايه وما تستبعدهاش نهائيا. لو امن دفاعه كويس، وكده هو مأمن نص ملعبه كويس لانه تعاقد مع ثلاثي فيوتشر بنسبه مليون في المية، فاضل بس الاعلان الرسمي زي ما انا قلت لك في الحلقات السابقه. ففاضل معاه الهجوم، هو قدر يخلص مصطفى فتحي، ولو خلص بن شرقي كمان استر يا ستار.
مع مايلي هداف الكونفدراليه اللي لسه متعاقد معاه كمان. بيراميدز بيقدم شغل محترم جدا في الصفقات السنه دي عكس كل الانديه. فبيراميدز هيحقق مفاجاه السنه الجايه في دوري الابطال وفي الدوري، وبكره نشوف وهرجع لك الحلقه دي واقول لك شوف انا قلت لك ايه. قبل ما انهي الحلقه بقى انا عايز كلام اوجهه للكابتن محمد ابو الدهب. امبارح في برنامج اسلام صادق بيتكلم على لقطه شيكابالا وكريستيانو رونالدو، بيقول لك ايه يعني الاثنين بطلين كوره. يا كابتن محمد يا ابو الدهب انا لو حطيت وكتبت على جوجل محمد ابو الدهب هيطلع لي سعر الذهب، انت طالع بتقول ايه؟ انا عايز افهم يعني انت بتقارن شيكابالا وبتقول ان شيكابالا اسطوره عند الزملكاويه بس؟ يا عم كويس انه اسطوره عند الزملكاويه، احنا مقتنعين بيه وبنحبوه اسطوره عند الزملكاويه، انت بقى اسطوره عند مين؟ ولا اي حاجه. فما تحطش نفسك في مقارنه مع شيكابالا. مش هجيب سيك كريستيانو لان انت ما تعرفوش غير شكلا ما قابلتوش في حياتك، ما علينا يعني. لكن زي ما بقول لك شيكابالا هيفضل اسطوره غصب عنك وغصب عن كل الحاقدين. ده كان ملخص اخبار النهارده. لو اول مره تشوفنا وعجبتك الحلقه مش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم الأنس، اشوفك حلقه جديده، سلام.